عمرك فكرت انه الاكل ممكن يكون له علاقة بقراراتك الاجتماعية؟ انا مش بتكلم بس على مزاجك وصحتك انا بتكلم على طريقة تفكيرك والتي ينتج عنها قرارات اجتماعية. هو ده بالظبط اللي انا عايزة اكلمكم عليه واحكي لكم عن تجربة ظريفة كده. جابوا ناس وقسموا مجموعتين واكلوهم نوعين من الوجبات. وجبة بتعمل ستدي او ثابت، نظام للمنحنى بتاع السكر يبقى ثابت كده اهو، يعني وجبة فيها بروتين والياف ودهون مفيدة. ووجبة تانية فيها سكر بسيط من النوع اللي بيطلع مرة واحدة وينزل، يعني بيعمل حاجة اسمها جلوكوز سبايك. وبعد ما كلوا لعبوا معاهم اللعبة دي مبنية على التعاطف والبانشمنت، يعني مثلا حاجة زي الشايب مثلا يعني. فشافوا المجموعتين اخبارهم ايه في طرق البانشمنت اللي اختاروها. لقوا ايه بقى؟ لقوا انه الناس اللي كانت سكر صريح وعمل سبايكس كانوا رخمين اكتر،